السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في قناتكم الجزائر بيزنس. قبل ما نبداو موضوع اليوم ما تنساوش ديروا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وديروا جيم الفيديو اذا حبيتوا هذا النوع من المحتوى. دعمكم هو اللي يخلينا نكملوا ونقدموا الافضل ان شاء الله. اليوم جبت لكم موضوع مهم بزاف، موضوع بزاف ناس راهي مهتمة به وناس اخرى مازال ما عندهاش عليه معلومات كافية. راح نحكيو على رواتب الجيش الوطني الشعبي وكيفاش يتم حسابها، وشكون يدي أكتر وشكون يدي أقل، والأهم من هذا كامل وش هي العوامل اللي تتحكم في هذا الرواتب. كاين فكرة منتشرة عند بزاف الناس تقول باللي العسكري يدي نفس الراتب مهما كانت الرتبة ولا المكان، بصح هذا الشيء ماشي صحيح، لأن الراتب في الجيش يتبدل ويتأثر بعدة عوامل. أول حاجة هي الرتبة، كل ما تطلع الرتبة يزيد الراتب بطبيعة الحال. تاني حاجة هي سنوات الخدمة، يعني كل ما يزيد العسكري خبرة وأقدمية الراتب تاعو يطلع. وتالت عامل مهم هو المكان اللي يخدم فيه، لأن الخدمة في الجنوب ولا في الحدود ماشي كيف الخدمة في العاصمة ولا المدن الكبيرة. مثلا الجندي اللي يخدم في تمنراست ولا برج باجي مختار يدي منح إضافية على خاطر الظروف الصعيبة والبعد على العائلة، بينما اللي يخدم في الشمال ما عندوش نفس التعويضات. وزيد على هذا كاين عامل الحالة الاجتماعية، العسكري المتزوج وعنده أولاد يدي منح إضافية مقارنة بالعازب، وهذا يدخل في إطار الدعم الاجتماعي اللي توفره الدولة. باش نعطوكم فكرة واضحة راح نهضروا على سلم الرواتب من أعلى رتبة حتى لأدنى رتبة، ونأكدوا باللي الأرقام تقريبية فقط. أعلى رتبة هي فارق، واللي يوصل راتبه تقريبا 36 مليون سنتيم. من بعد تجي رتبة لواء بحوالي 32 مليون، ومن بعد عامد حوالي 26 مليون. نكملوا في السلم نلقاو العقيد اللي يدي حوالي 23 مليون سنتيم، والمقدم حوالي 18 مليون، والرائد حوالي 14 مليون، والنقيب حوالي 12 مليون. الملازم الأول يدي حوالي 11 مليون، والملازم حوالي 10 ملايين سنتيم. وهنا لازم نوضحوا باللي هذه الأرقام تختلف شوية حسب المنح والأقدمية. نروحوا للرتب المتوسطة، المساعد الرئيسي يدي حوالي 9 ملايين و400 ألف، والمساعد الأول حوالي 8 ملايين و900 ألف، والمساعد 8 ملايين و300 ألف. الرقيب الأول حوالي 7 ملايين و600 ألف، والرقيب حوالي 7 ملايين. العريف الأول 6 ملايين ونص، والعريف حوالي 6 ملايين و100 ألف. وفي الآخر الجندي البسيط اللي يدور راتبه حوالي 5 ملايين و600 ألف سنتيم. بصح لازم نفهموا باللي هذا الراتب الأساسي فقط، كاين منح إضافية كيما منحة المنطقة، منحة الخطر، ومنحة العائلة، وهادو كامل يقدروا يرفعوا الراتب بشكل كبير. الجيش اليوم ولا واحد من أهم المؤسسات اللي توفر استقرار للشباب، بصح في نفس الوقت لازم نكونوا صرحاء. الخدمة العسكرية ماشي سهلة، فيها انضباط كبير، قوانين صارمة، ومسؤولية كبيرة. العسكري يقدر يقعد شهور بعيد على داره، خاصة اللي يخدموا في الجنوب ولا في الحدود، وكاين حتى اللي يخدموا في مهام خطيرة كيما مكافحة الإرهاب. وهنا الدولة تعطيهم منح خاصة تعويض على المخاطر، وهذه حاجة مهمة باش نكونوا عادلين في التقييم. من جهة أخرى المؤسسة العسكرية راهي دايرة مجهود كبير باش تحسن ظروف المعيشة، كاين زيادة دورية، كاين سكنات خاصة بالعسكريين، وحتى قروض ميسرة.
كاين ناس بزاف يسقسوا علاش الرواتب تختلف من منطقة لأخرى، والجواب بسيط، لأن الخدمة في بعض المناطق صعيبة أكثر، خاصة الجنوب والمناطق الحدودية. كاين حتى نظام خاص بالتقاعد، العسكري بعد سنوات من الخدمة يخرج بتقاعد محترم، خاصة إذا كان خدم في ظروف صعبة. لازم نقول الحقيقة، الخدمة العسكرية ماشي غير دراهم، فيها شرف كبير، فيها تضحية، فيها حب الوطن، واللي يدخلها لازم يكون واعي بهادشي. بزاف ناس يشوفوا العسكري ويقولوا راهو مرتاح، بصح ما يشوفوش التعب اللي يعيشو، الليالي اللي يقضيها بعيد على عائلته. الدولة راهي تحاول تحسن الوضعية ديما، شفنا زيادات في السنوات الأخيرة، وكاين برامج دعم لعائلات الشهداء. ومن ناحية التطور، العسكري يقدر يطلع في الرتب، وكل ترقية تزيد في الراتب والمسؤولية، وكاين حتى فرص للتكوين والدراسة. في الأخير نقولوا باللي الجيش الوطني الشعبي هو فخر لكل جزائري، ووجوده دليل على قوة البلاد. ربي يحفظ رجال الجيش في كل مكان، وما تنسوش تديروا جام وتشتركوا في القناة، وخليونا رأيكم في التعليقات، وقولوا لنا وش حابين المواضيع الجاية. تحيا الجزائر.